عايز اتك على الزرار، انا النهارده عايز ابقى شاطر. كانش حد غلب. هات السؤال هقول لك اول ما هقراه هنعمل كذا كذا كذا. هل ده عشان انا اشطر منك يعني انا بفهم عنك؟ لا، بس الفكره دي السنه ال 16 ليا الله افطرش فيها الطرش ده. فهل حضرتك بخبرتك ام حصتين ثلاثه عايز تحل بنفس معدل سرعتي؟ عايز لما تقرا السؤال زي انا يا عم شايف الكتب دي لما اتهريت فاكيد مش هتعمل زيي. طب ما انت بتحل عرب احسن مني يا عم. انا ما بعرفش، ما بفهمش حاجه في العربي ده. ليه؟ انا عايش السنين دي كلها جنب دي. انت بتاخد كام ماده وبتعدي على الماده مره في عمرك، فسيادتك مش متخصص في حاجه فيه، فلازم تعامل نفسك ان انت شخص هاوي، انت فاضي. دورك تعمل ايه؟ خلاص عايز اطور نفسي، ما تديش نفسك اكبر من حجمها يا اخويا. انت مش عبقري، انت مش فز يعني، انسان وانا انسان عادي برضه، احنا مش فزين. ما تعاملش نفسك انك فز، مش عشان امك بتقول لك الواد ده مخه نضيف تصدق يعني. تعامل ان انت بشر عادي جدا، انسان عادي عندك قدرات عاديه مش قدرات خارقه، فلازم تمشي واحده واحده. اي واجب في اي حصه حليت 50% منه احمد ربنا وابدا طور نفسك.